تنحب الخيل كتير، تتعجبني فيه كتير من الصفات، فهو قوي وشجاع ومعتد بنفسه، وهو أيضا رقيق المشاعر. الحصان بالنسبة لي تنشوفه طموح بالفطرة ديالو، تيهدف إلى السبق والتخطي وما تيرضى إلا بالمكان الأول. للأسف لم يعد لدي الوقت للتدريب على ركوب الخيل، بالرغم من العشق ديالي للفروسية، إلا أنني لم أركب الحصان منذ أكثر من 4 سنوات تقريبا، نفس الوقت اللي نشأت فيه شركتي الخاصة للهندسة والديكور، وأصبحت امرأة مديرة في عالم كله رجال. درست العلوم التجريبية، ثم درست الهندسة المعمارية في معهد التقني لمدة 2 عام، وما اكتفيتش بهذه الدراسة. ومن بعد درست هندسة الديكور أونلاين مع جامعة كندية، وتدربت بعدها في المركز الجهوي للاستثمار بالقنيطرة. ومشوار الدراسة لم يقف عند هذا الحد، فأنا أكمل دراستي أونلاين بالرغم من أنني حققت نفسي ولدي شركتي الخاصة. بديت مشواري المهني كمساعدة لمهندس معماري في الدار البيضاء كتقنية في الهندسة المعمارية عام 2001. وكان شيء جديد على العمل في المغرب أن امرأة تتشرف على أعمال الديكور وتدير مجموعة من العمال المهنيين. وتطور الأداء ديالي حتى أصبحت مشرفة عامة على مواقع البناء، إلا أن قررت منذ 4 سنوات باش نستقل بالعمل ديالي الخاص. كان هذا بداية النجاح ديالي. في نفس الوقت واجهت مجموعة من الصعاب. في الأول كان دائما رئيس تيتواجد معايا وتينقص عليا الضغوط، وكان تيتملوا اللجوء، يعني الخدامين كاملين كيمشيو لعنده وتيتفاهموا معه. ولكن اللحظة اللي أنا وليت أنا هي المسؤولة والمشرفة، وجدت مجموعة من الصعوبات ومجموعة من المشاكل. معايا في المكتب ديالي موظفين من الرجال، فهناك حالة من التفاهم بيناتنا في العمل، وما عندهم حتى شي اعتراض باش تكون الرئيسة ديالهم امرأة. ولكن كثير من الناس يحكموا مسبقا على المرأة أنها أقل كفاءة، وما تيفضلوش التعامل مع المرأة المهنية، وما تيعطيوهاش الفرصة باش تثبت الإمكانيات ديالها أولا. وهذا الحكم تيصدر من الرجال والنساء على السواء. بعض الرجال تينظروا ليا كأنثى وليست كمهندس الديكور، وبالطبع تنتجاهل مثل هذه النظرات وتنكون أكثر حسما وجدية في التعامل دون أن أشعر العامل بأن احترام ديالو نقص. صايبت هذا شكرا ورد عليا الاخبار باش نشوف اللونسي. وعلي أن أحرص في عملي على أكبر قدر من اللباقة والذكاء الاجتماعي، خاصة عندما يطلب مني بعض العملاء شيء أعلم كمهندسة أنه لن يكون جيد، وعلي أن أثنيه عن رأيه. فاش نشأت الشركة ديالي، أول قرار خديته أنني نباشر المهام ديالي ونباشر الشغل ديالي، أو نقدر نقول أن جميع الأشغال ديالي سواء كانت صغيرة أو كبيرة بيدية، لأنه تيساعدني على تقليل مساحة الخطأ وإتمام جدارتي في العمل،
وألا أسمع من ورائي جملة إنها فقط امرأة. لذلك فأنا منين تنتعامل مع العمال والبائعين وأصحاب الشركات تنحرص على التأكد من جودة الخامات ومتابعة سير العمل وتسليم الوحدات في الموعد ديالها. السلام عليكم. دايرين لاباس بخير؟ صافا شباب من الله لاباس. اعطيني يا سيدي واحد ستوب. واحد 5 كيلو ستوب. 5. اعطيني شتي داك البريون اللي كناخذ عليك ديما. الصفر والحمر. غادي تعطيني الصفر والحمر. راه هذوك ديال السخلي جوج داك الصفر والاحمر. كانت بداية زيارتي لسوق الخامات ومستلزمات الديكور غريبة على كل المرتادين والبائعين، لأنه سوق قاصر تقريبا على الرجال، فمهندس الديكور والعامل التقني هما فقط من يهتمان بشراء أدوات البناء والعدة اللازمة وكافة مستلزمات العمل في هندسة الديكور. بداية كان الجميع سينظروا لي باستغراب، وكنت ألمح في عيون البعض نظرات استخفاف وسخرية. مرأة ماذا تفعل في عالم الرجال؟ وما الذي اضطرها إلى هذه المهنة؟ وللأسف كان البعض الآخر يحاولون أن يتوددون إلي بطريقة سخيفة، لكني كنت مصرة على إثبات الوجود ديالي والاهتمام بكل تفاصيل العمل. انا ما عندي مشكل تكون امراه مديره نستافدوا منها مزيان وكتخلصنا مزيان، الدنيا هانيه ماشي مشكل. انا المراه ما تكونش عليا مديره، ولكن ضرب الخبز الله غالب، هذا الشيء اللي كاين. ماشي مشكل تكون المراه علينا مديره، لقاش المراه كاينه مساواه بحال المراه بحال الراجل، يعني المراه نقدروا نستافدوا من المراه نستافد منها مزيان على الراجل. ما رضاش تكون عندي مرا مديره، نجي نكون خدام نجي تغوت عليا، ما رضاش قدام صحابي. ماشي مشكل تكون مرا هي اي واحد زعما تكون مرا ولا راجل، هو المعلم ديالي ماشي مشكل. انا راجل ما نرضاش المراه تكون عليا مديره، لحقاش الخدمه ديالي فيها المشاكل. في الأول لقيت بعض المشاكل كأي امرأة مغربية تتباشر عمل في الموقع. كاين بعض العمال اللي كيقول لك ماشي مشكل نخدم مع امرأة، المهم غير تخلصني في آخر الأسبوع ماشي الدنيا هانية. وكاين اللي تيقول لك بعض العمال واحد اخرين تيقول لك لا انا ما رضاش نخدم تحت يد امراه وترأسني امراه وتتحكم فيا وتقول لي دير هادي ودير هادي. لا، انا الرجوله ديالي ما تتسمحش. واجهتني العديد من المواقف الصعبه مع العمال، وكان الامر في منتهى الصعوبه، لكن مع كل موقف كان كيزيد الاصرار ديالي على انني نثبت ليهم كفاءتي للقياده وان نكسب الاحترام ديالهم ليا. واستطعت بالتواضع وتجاوز لغه الامر ان احسسهم انهم ليسوا عاملين عندي بل عاملين معايا لانجاح المشروع.
فين غادي؟ غادا نخدم على الشهر. هاد الشرجمة خصو يتعاود. تعرضت لمواقف اعتراض كثيرة كوني امرأة مديرة. عبد الله عبد الله اجي على الصالونات عارف بلي نديرو العنبر. كنت كنشرف على ورشة ديكور فيها 13 عامل، وبطبيعة الحال وبدي الملاحظات الفنية على سير العمل. أحد العمال قال لي لن أسمع لك، أنت لست رئيسة علي. قلت ليه بهدوء وحسم إذا في نهاية الأسبوع انتظر من سيعطيك الأجرة ديالك. وفي ورشة أخرى كان العامل أكثر جرأة، فهو اعتقد لمجرد أنني امرأة غادي يفرض السيطرة ديالته عليا، وقرر باش يمشي قبل انتهاء مواعيد العمل. قلت له انهي العمل المطلوب منك وانصرف كما تشاء. رفض وطلب المستحقات ديالو. قلت لي الا بغيتي مستحقاتك انهي العمل ديالك. صار تيشتمني ويسبني امام العمال ويسب العمال جميعا قائلا انتوما ماشي رجال، كون مرأة تتحكم فيكم وتترأسكم وتتسناو ان المرأة اللي تجي كتخلصكم كل اسبوع. وبالحذافير ديال الكلمه قال انا ما رضاش تخلصني مرأة. الحمد لله يعني هذا الشيء ما كنخليش يدخل لي في الخاطر ديالي باش ما يهرسنيش، وان شاء الله نجلاء ما غاديش تهرس، وتنشوف نفسي انني احسن من هذا الشيء. علاش لا؟ مشاكلي في عملي ما كانش مقتصره فقط على العمال التقنيين، بل تعرضت لمشاكل مع اناس ذات مستويات ثقافيه واجتماعيه اعلى. السلام عليكم. صباح لاباس حنا لو كملنا هاك بعدا الساروت. كنتعامل مع كافة فئات المجتمع وكافة المستويات الثقافية والاجتماعية، وهذا علمني كيفاش نتواصل مع الجميع باش نستطيع فهم مختلف العملاء وإرضائهم. هذه راه يسبقنا بالقهوة وديك التريه اللي كنا اتفقنا عليها كنا جبناها ركبات هكا. اش اللي كاين؟ من المهم المهندس الديكور انه يغطي عينيه برؤية الطراز المعماري المختلف. وطبعا كوني مغربية، في المغرب دولة رائعة بمعالمها التاريخية المتنوعة، ومن خلال مساجدها وقصورها وأسوارها اللي كتعكس أصالة الحضارة المغربية منذ عهود قديمة وأمجاد الحضارات الرومانية والفينيقية والإسلامية. عندما أزور هذه الأماكن كنعتبر نفسي كنتلقى دروس في التصاميم والذوق واستغلال المساحات، وهذا تيساعدني كثير في عملي وأيضا في إراحة أعصابي والاسترخاء بعد فترات العمل الطويلة والمرهقة. مريت بمشكلات ومواقف سيئة كان من الممكن أن تصيبني بالإحباط أو الرغبة في الاستسلام والتراجع عن أحلامي، لكن
كان السبب في مواجهتي لكل المشكلات والتحديات، بل وأعتبره أهم عامل في نجاحي هو الترابط ديال الأسرة ديالي وتشجيعهم ليا وثقتهم بيا وبإمكانياتي، وما زرعوه فيا من رغبة دائمة في النجاح والتقدم ومواجهة كل العوائق دون استسلام. الأم ديالي الله يخليها لي كنعتبرها هي كل حاجة في حياتي، وبكل صراحة كتعاونني معنويا على أنني نتخطى كاع جميع الصعوبات، وكتربط الجأش ديالي. وفاش كيوقع لي مثلا شي مشكلة وتنجي وتنعاود ليها وكنحكي لها، مسكينة تتشدني وتتحضني عندها وتتبقى تطبطب عليا تتعتبرني بحال شي بنيته صغيره وتتعطيني النصائح المهمه وتتمنى مسكينه انها تشوفني واحد اليوم، انها تشوفني في داري، تشوفني بالزوج ديالي، تشوفني بوليداتي. دائما مسكينه تتمنى هاد الأمنية اللي هي عادية بالنسبة لكل أم عندها بنتها. والحمد لله كل حاجة تجي في الوقت ديالها إن شاء الله. من الطبيعي أنها تخاف عليا، هي راها أم، وكوني تنشتغل مع الرجال في الموقع ودايما عندي احتكاك بالرجال، بطبيعة الحال تخاف عليا وتخلع عليا. أبي إبراهيم العلج عليه رحمة الله كان نائب برلماني بالمغرب، وكان راجل محافظ تيحرص على التقاليد العربية، وكان في نفس الوقت متفتح العقل تيآمن بضرورة تعليم البنت وتحقيق ذاتها. هو أصله من الأندلس وأنا ابنته الصغرى، لي 4 إخوة ذكور. عندما توفى أبي كان عمري 19 عام. كان كيحب يشوفني ناجحة وقوية وكنتخطى المشاكل وما نظهرش الضعف ديالي امام اي احد. صراحه الاب ديالي الله يرحمه هو اللي زرع فيا الثقه في النفس والسعي للامام والطموح لا منتهي. حتى بعد وفاته تنشعر دائما انه معايا بنصائحه ودعمه، وتنحس دائما مع كل خطوه ناجحه انه كيشوفني وفخور ببناته. بطبيعة الحال أنني تنحس بالوحدة بعض المرات، حتى أنا راه إنسانة، أنا راه لحم ودم، راه ماشي يعني حجرة ما كتهزش. يعني بعض الأوقات كتجيني الرغبة، كنقول علاش لا، علاش حتى أنا كان عندي زوج وكانوا عندي أبناء وخرجت معاهم ومشينا يعني كتجيني واحد الأوقات اللي تنحلم فيها. بصح الحمد لله كل حاجة قسمة ونصيب، كل حاجة تجي في الوقت ديالها والله يسهل الأمور. كتير تنسمع من الأهل والأصدقاء نصائح بأن لا ياخذني العمل والنجاح عن الزواج ومثل هذا الكلام، ولكنني دائما أؤكد لهم أنني لست عازفة عن الزواج، أو أن فرحة النجاح وزهوته أنستني فكرة الزوج وتكوين أسرة، ولكنني لا أريد الزواج لمجرد الزواج، وإنما أنتظر الرجل المناسب الذي يحبني ويحتويني وفي نفس الوقت يقدر نجاحي وطموحي. ولو اننا حنا تنلاحظوا كاين واحد التقدم اجتماعي، تقدم ثقافي، تقدم مادي، تقدم في البنيات التحتيه ديالنا كمغرب، الحمد لله كل شيء تقدمنا فيه، ولكن مازال تنعاني واحد المشكل، كون الرجل المغربي مازال تيخاف من المراه الطموحه، المراه الثائقه بنفسها، المراه المنتجه، المراه اللي كتكون مستقله بنفسها، يعني كتكون يعني نقدروا نقولوا بالدارجه من ديك المراه اللي كيكون عندها كل شيء ما محتاجاش ليه.
فأنا فقط لست متعجلة والزواج قسمة ونصيب. وتقدم لخطبتي من قبل مهندس توبوغرافي كان أخ لصديقة لي، وأثناء فترة التعارف اكتشفت أنه لا يتقبل عملي ولا يؤمن بحقي في الطموح، ورغم أنه كان مثقفا إلا أنه في داخله يرفض الاعتراف بعمل المرأة. لهذا تراجعت من البداية وقبل أن تتم أي خطوة رسمية. هناك تجربة حب وحيدة في حياتي حبيت فيها واحد الشخص محترم، كان له مؤهل ماجستير أعمال وكنت أنا أقل منه مهنيا مجرد تقنية. تم الافتراق بيناتنا. هاد التجربة دفعتني أكثر إلى النجاح في العمل وإثبات أنني لست أقل من أي مهندس رجل. أحب جدا اللحظات اللي نتمكن فيها أن أهرب من واقع الحياة المزدحم واليوم المشحون المليء بالأحداث والضغوطات. هذا هو الوقت الوحيد صراحة اللي كنلقى فيه نجلاء، اللي نجلاء كتجلس مع نجلاء يعني مع راسها. كنشوف فيه الضعف ديالي، كنشوف فيه البكاء ديالي، كنشوف في نفسي انني انثى، تنشوف نجلاء الحالمه، نجلاء الطموحه. لان ما يمكنش غادي مثلا نبين نقطه الضعف ديالي قدام شي راجل، لان بطبيعه الحال المجتمع ديالنا ما تيرحمش يشوفك ضعيف نهائيا، ما يرحمكش، وخصوصا كوني امرأة مديرة.